بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فراخ ببصل في الفرن ان شاء الله. الطريقة سهلة جدا وجميلة، بيبقى طعمها تحفة يا بنات، ولذيذة، ويعني من الأكلات بصراحة اللي بترم العظم زي ما بيقولوا كده. أول حاجة طبعا جبناها الفراخ على حسب المقدار اللي انت عايزاه، تمام. تاني حاجة نص كيلو بصل، ماشي. لو زاد كمان اهو بتقطعي حتت صغيرة اهي، ماشي. لو زاد عن نص كيلو كمان هيكون احسن. معايا 3 ثمرات طماطم غسلتهم وقطعتهم حتت صغيرة. ليمون، ماشي. ليمون او خل، لو في خل عندك خلاص يبقى هتاخدي 3-4 معالق خل، لو ما فيش خل يبقى خلاص ثمرة ليمون. طبعا التوابل اللي احنا متعودين عليها، الملح والفلفل والكمون وبهارات لحمه، كزبره ناشفه، وانا حاطه عليها نص معلقه صغيره خالص سكر عشان خاطر تعدل لي طعم الصلصه. احنا اتفقنا طالما في صلصه موجوده او طماطم حاسه ان هي مصفره شويه بحط نص معلقه السكر ديت. السكر يا بنات كمان بيساعد على تسويه اللحمه. هناخد معلقتين من الصلصه دي. وعلى فكره يا بنات يعني دي من افضل، يعني بصراحه انا استخدمت صلصات انواع كتيره، ده مش اعلان على فكره، انا والله بما يرضي الله انا استخدمت انواع كتيره، بس دي افضل نوع صلصه انا استخدمته. المعلقه منها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بتعمل يعني بتلون حلوة قوي وطعمها جميل. فديت اسمها جاردينو، دي من الصلصات الجميلة جدا، والعلبة الصفيح ديت عاملة 12 جنيه وبتقعد فترة طويلة. فانا قلت اقول لكم لعلكم يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ويقدرنا دايما ان احنا لو عرفنا حاجة كويسة او حاجة افضل نقول للبعض ان شاء الله. اول حاجة يا حبايبي انا هحط الفراخ في القالب بتاعي، وهبدأ تمام ادعكه كويس جدا 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 مع البصل والتوابل بتاعتي ديت. هسمي الله كده يا حبايبي. انا حطيت البصل الاول في الصينيه وحطيت عليها التوابل والبهارات، ماشي. وقرن الفلفل بتاعنا دوت اللي هو الحامي انا مش هقطعه، انا هسيبه كده بس يديلي طعم في الصينيه بتاعتي. وبعد ما حطيت التوابل والبهارات دعكت البصل لوحده بالتوابل والبهارات كويس تمام بايدي. وبعد كده رحت حطيت الفراخ رصيتها بالمنظر ده، وقعدت ادعك قطعه الفراخ مع البصل مع البهارات. خلاص انا كده سويتها. هجيب نص الليمونه بتاعتي كبيره فهاخد نصها بس. هتبداي تعصري كده على كل جزء، كل قطعه كده هتبداي تسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الاكله دي جميله 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم وتحفه. خلاص كده هنزل بالطماطم، خلاص كده هقلبها بمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي. بوزع الطماطم في الصينيه بتاعتي بسم الله كده خلاص. وهجيب معلقه نظيفه هنحط الصلصه. هحط معلقه كمان عشان يعني انا مش مكتره الطماطم خلاص. وهجيب يا بنات مقدار ميه، يعني مثلا نص لتر ميه. هجيب مج بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وادي تاني مج، وهنبدأ نحطها على البوتاجاز وهوريكم شكلها. وبكده يا حبايب قلبي انا حطيتها على البوتاجاز خلاص. بدأت اقلب عشان خاطر يعني الصلصة تندمج مع المية مع الفراخ مع البصل تمام. وهو القرن الفلفل دوت اهو. خلاص كده بقلب كويس. وفي حاجة انا نسيت اقول لكم عليها، احنا هنحط المادة الدهنية رشة زيت، مش يعني بما يعادل معلقتين زيت بس، مش هتكتري زيت تمام. لان هي ما شاء الله الفراخ بس كده، لان هي الفراخ ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم دسمه.
مش فراخ عاديه. لو انت هتعملي فراخ بلدي او اي فراخ ما تكونش مليانه هتزودي لها الماده الدهنيه اكتر من كده. انا هسيبها يا حبايبي لغايه لما تبدا تغلي خلاص، يعني هتغلي مثلا زي 10 دقايق كده، وهوريكم شكلها، وبعد كده هدخلها الفرن. كده يا حبايبي اهي بدات تغلي خلاص بالمعلقه، وهبدا اقلبها على الناحيه الثانيه اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام. الريحه يا بنات والله جميله جدا 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. نفسي تبقوا معايا وتشموا الريحه تحفه. ماشي. هتاخد غلوتين كده، وانا دلوقتي بدات اشغل الفرن بتاعي. مجرد ان الفرن يسخن تمام هبقى ايه هحطها في الفرن. بس طبعا انا مش هسيبها تغلي كتير كده على النار، انا هبدا اوطي عليها النار وهسيبها كده براحتها. ماشي. لان انا عايزه اخدها تاخد بقيه سواها في ايه في الفرن تمام، عشان تديها بقى الطعم والنكهه واللون الجميل. خلاص هسيبها كده تغلي شويه تمام، وبعد كده هرجع اقلب الفراخ على الجزء ده، على الجزء اللي فيه اللحمه الكتيره تمام، عشان ادخلها الفرن. انا مش هدخل الفراخ كده على القلبه، لا انا لازم ادخلها كده فاهميني على الجزء دوت عشان خاطر تاخد الوش بتاع الفرن. وبكده يا حبايبي اهو شكلها قبل ما ادخلها الفرن. ماشي. كده اهوت اهي بقى لونها اللون الكهرماني. دلوقتي هتدخل الفرن تكمل سواها وتاخد الوش بتاع الفراخ. وبكده يا حبايبي ده شكلها لما استوت. لو عايزه تقدميها في القالب دوت تمام، لو مش عايزه هوريكي طريقه تقديمها على السفره. وبكده يا حبايبي ده شكل الطبق بتاعي في التقديم. عملت جنب صينيه الفراخ بالبصل ديت عملت رز بالشعريه، وعملت صينيه بطاطس بالطريقه اللي انا عملتها معاكم قبل كده. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. وجملت الطبق ثمرة طماطم على شكل وردة، وده شكلها وجبة جميلة جدا ومتكاملة. يا رب صينية الفراخ بالبصل تعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.